مساء الخير، شلونكم يا أغلى الناس؟ اليوم جيتكم بحلقة جديدة راح نحكي بيها عن سوالف تخص برشلونة أكيد، وأيضاً تخص الغريم ريال مدريد بعد السقوط المدوي للاثنين بدوري أبطال أوروبا. وراح نحكي بشكل مختصر عن سبب خروج برشلونة وريال مدريد من دوري الأبطال. تابعوا الحلقة الآخر ثانية إذا تحبوني، لأن بيها تفاصيل مهمة. خلينا نبدي. برشلونة. أوف يا برشلونة، نفس السيناريو المتكرر كل سنة. برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا. طبعاً التحكيم من جديد وأخطاء وطرد وموضوع طويل يحتاج ل10 حلقات. بس برشلونة هو نفسه برشلونة. برشلونة خرج بمستوى خرافي وتحسه هو الطرف اللي كان يستحق التأهل. أتلتيكو مدريد إجاد تأهل تحسه مرتب على طبق وفوقه بوسة. أنا واقعية وأحكي، مو متعاطفة ويا برشلونة لأن أحبها، بس أتلتيكو بكل إنصاف فريق ما يستحق التأهل. بالنهاية برشلونة قدم مباراة بطولية وقدم كل شيء يقدر عليه. مستر فليك طبعاً شكراً وما قصرت، ولا تنسون برشلونة بأقل الإمكانيات وماكو تعاقدات كبيرة، ومع هذا دي يحقق بطولات، وهذا هو الأهم. نجي لريال مدريد. طبعاً الملكي فاجأنا بمستواه وقدم أداء أيضاً بطولي لحد الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو متقدم ب3 أهداف، وعلى منو؟ على بايرن، وهذا الشيء مو قليل أبداً. للأمانة ماكو أي ظلم تحكيمي للطرفين، وهذا رأيي، ممكن أكون غلط وممكن أكون صح. بس ريال مدريد أيضاً خرج مرفوع الرأس وقدم مستوى جيد. بس المشكلة الكبيرة مو خروجه من دوري أبطال أوروبا، المشكلة أنه خرج ب0 ألقاب، وهذا للسنة الثانية على التوالي. أتوقع الموسم الجاي راح تصير تغييرات هواية، مو بس مدرب، حتى لاعبين أيضاً. برشلونة، احنا كجمهور راضين عن كل شيء يقدمه برشلونة. برشلونة ممتع صراحة، وما نقدر نظلمه على مود تعثر واحد. ريال مدريد يحتاج للكثير من تعديلات، لأن الموسم الثاني ماكو ألقاب، وهالشي ما يلوق بنادي بحجم ريال مدريد. صراحة من سويت فيديو ما كان إلي واهز، بس لخاطركم أني مكملة بالحلقات وباقية، وأتمنى تستمتعون بكل الحلقات. وآسفة لأن الحلقة قصيرة، بس نفسية ما تساعد، وقناتي ما بيها تفاعل قوي صراحة، ومحتاجة دعمكم ومساعدتكم. شكراً على كل شخص يساعدني بصعود قناتي، ومع السلامة يا أحلى ناس.